خروجه جديده ليا انا وابني في يوميات سنجل مام في الغربه في المانيا في برلين تحديدا. تعالوا هوريكم المكان اللي رحنا النهارده ايه. اول حاجه احنا كنا رايحين البول، ما كناش رايحين هنا خالص، بس الجو قلب مره واحده ساقع فغيرنا البلان. بعد ما نزلنا البيت رجعنا المايوهات ونزلنا تاني، بس اليوم كان معاكسني شويه والباص اتاخر وبعدين جه بعد وقت متاخر كتير، فقلت مش مشكله يا بت، اهم حاجه تتبسطوا. لما مشي بينا دخل بينا جوه الغابه وعدى بينا في الطريق الجامد ده، فغفرت له كل التاخير بصراحه، قلت له مسامحك يا بيبي خلاص. ونزلنا في المنطقة الحلوة دي وتمشينا 5 دقايق، وبعد ال5 دقايق دي بنركب باخرة من هنا سعرها 6 يورو، بتودينا لحد الناحية التانية لجزيرة اسمها جزيرة الطواويس. ومن اسمها كده طواويس يعني فيها طاووس، مش محتاجة فزلكة. المهم هنا بنقطع التيكت 6 يورو رايح جاي يا جماعة، مش رايح بس، يعني بتروحوا ترجعوا بيها عادي. وانا كنت قاعده مستنيه باخره بقى وفاكره يخت هيجي لي قد كده كبير. المهم طلعت المعديه دي، قلت قشطه مش مشكله، وبتاخدنا بس من البر ده للبر التاني على طول، يعني مش بتطول اصلا دقيقه واحده في الميه. المهم انا كنت هنا كل حماس وقاعده مستنيه اشوف الطاووس الجامد جدا بقى وهو بينفش ريشه ويعمل كده، يا لهوي كان الحماس عندي مليون، ما اخبيش عليكم، لان دي اول مره في حياتي هشوف فيها طاووس. المهم المعديه نزلتنا من الناحيه دي، وبعدين بتلاقوا 3 اتجاهات، كل الاتجاهات بتؤدي لنفس الاتجاه في الاخر عشان ما تتلخبطوش. طلعت زي كده، واول ما طلعت المطلع ده لقيت في وشي الامارات دول قاعدين بيتمشوا وبيتمخطروا كده ومش بيخافوا خالص، فريندلي لابعد مدى. ودي كانت اول مره كمان اسمع صوت الطاووس، اسمعوا كده. اول مره اسمع صوته كان غريب قوي، والاغرب منه اللي لونها ابيض. دي انا اول مره في حياتي اشوف طاووس لونه ابيض، وما كنتش اعرف اصلا فيه اللون ده، كنت فاكره بس اللي هو الجراي ده والملون ده، بس ما اعرفش ان فيه لون ابيض، بس اللي عرفته ان الابيض ده بيبقى طفره، مش العادي انه يكون موجود. المهم طول ما انتوا بتتمشوا زي كده بتلاقوا الطواويس حواليكوا في كل مكان قاعدين وبيتمشوا ويتمخطروا وفريندلي قوي زي ما قلت لكم، مش بيخافوا خالص من البني ادمين، متعودين عليهم. نروح بقى للحديقه نفسها كحديقه، بنفضل نتمشى بقى في اماكن خضرة كتير والمناظر لطيفة قوي. بس الشيء المميز الوحيد في المكان هو الطواويس طبعا، عشان خاطر كده هي اسمها اصلا فاون انزل او جزيرة الطواويس، عشان خاطر هي دي اكتر حاجة مميزة في المكان. لكن غير كده هتبقى عادي، يعني غابة زي اي غابة او حديقة زي اي حديقة ممكن نروح. انا هنا كنت جايبة الغدا بتاعي انا وابني، وقعدنا نتغدينا كده في الطبيعة دي. يعني سبحان الله نفس الغدا كان ممكن نتغداه في البيت، بس كان هيبقى جوه 4 حيطان، لكن بصوا في الاخر اكلناه فين؟ اكلناه وسط الطبيعة والمناظر الحلوة دي. المهم خدت بعدها الواد ابني وقلت له يلا بينا يا رينو نروح نبحث وندور على حاجه تانية في الجنينه، اكيد في المكان الطويل العريض ده مفيش غير الطواويس مثلا، لا طبعا مش هتيجي. فاخدته وفضلنا نتمشى ونتمخطر كده كتير. وطبعا طول ما انا ماشيه بقول سبحان الله على الطبيعه، الطبيعه خطيره قوي، وحبيت اعمل حركات هنا وارمي ورق الشجر واصوره سلو موشن، مش عارفه حسيتها حركتها هبله، بس قلت احطها ما دام صورتها خلاص يا جماعه، يعني اكيد ما يرضيكمش ان انا تعبي دي على الفاضي. المهم واحنا بنتمشى كده اكتشفنا هذه الخرفان، وحابسينهم في سور مكهرب يا جماعه، عشان لو هتروحوا تاخدوا بالكم، عشان انا كل مره بروح عند خرفان بلاقي دايما السور مكهرب، وكل مره بتكهرب واكتشف بعد ما اتكهرب مع اني ببقى عارفه. المهم حان وقت الرحيل، لان المكان بيقفل الساعه 6 بالظبط، مش عارفه ليه بيقفلوا بدري كده، كان ممكن يخلونا ل7 8، خصوصا ان هنا غروب الشمس الساعه 10 وشويه، يعني مش بدري، بس يلا هم بكيفهم يعني وبمزاجهم. المهم ان احنا استمتعنا ويومنا كان حلو الحمد لله. اكتبوا لي حبيتوا المكان ولا لا. وهنا كان رينو بيعمل للجزيرة باي باي، وانا بعمل لكم باي باي.